يا أيها الحزين، يا أيها المبتلى، يا أيها المريض، يا أيها الخائف، يا أيها القلق، سيغيثك الله قريبا بالفرج والفرح. أبشر، لا تقنط ممن وسعت رحمته السماوات والأرض. في لحظات باكية خاشعة وتضرع إليه بهذا الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي